السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي في قناتي. اليوم اخوتي جبت لكم بريوش غزال بالتفاح والماء. ما نقول لكمش كي تيجي مذاقو، تيجي روعه. عندي جوج تفاحات، عندي كاس ديال الماء. تيجي اخوتي هاد البريوش اش نقول لكم، تيجي خفيف تكفح ليا شويه من المايزينا. المهم انا درت معلقه عامره مزيان بالمايزينا. لا ما عقدش ليا حيت تشتت منها شويه، لا ما عقدش رانا نزيد ان شاء الله. صافي حيت داكشي اللي تشتت ليا. دابا غنزيد شاشيه الفاني الخميره نخليها حتى الاخر. صافي دابا نطحن كلشي في الخلاط. صافي دابا غنكبو في الكاسرونه وغنشلل الكاس داك الشويه اللي بقى فيه ديال التفاح. صافي وغنحطو فوق البوطه. ثم ندير معلقه سنيده، غنحرك كلشي. صافي انا زدت حيت ما عقدش ليا، زدت معلقه ديال كريم باتيسري. شوفوا اللون ديالو كي تيجي، هما خلاص يجي معلم اصفر. دابا راه حيت التفاح باش كسر له اللون ديالو، حيت التفاح تيكحل شويه. صافي غنخليه يبرد وغنمشي باش نعجن العجينه ان شاء الله. عندي نص كيلو ديال الطحين. انا عندي هاد الطحين تيشرب، حيت راه تنخدم به، خدمت وعاود خدمت وعاود. عندي هاد الطحين تيشرب، واخا تيكون في الاول مطلوق في الاخر تيشرب. هانتوما درت معلقه ونص ديال سنيده، غندير معلقه ديال الخميره نقص منها شويه، ندير الملحه، ندير الزيت بلديه، وغندير الحليب. عندي كاس عامر ديال الحليب. غنزيد نص. صافي غنحط كلشي يتعجن ان شاء الله. غندير واحد جوج شاشيات ديال الفاني، واللي بغى ينسم بالحامض ينسم بالحامض. انا ولادي ما تيبغيوش ليا الحامض، ما تنبغيش نسب لهم بالحامض، ما تيبغيوش. صافي على اللصق هذاك ديال العجانه. صافي غنحط كلشي يتعجن ان شاء الله. ونتمنى من الله اخوتي ما تبخلوش عليا بالكومونتيرات ولايكات، وجزاكم الله كل خير اخوتي. شكرا بزاف بزاف الناس اللي تيدخلوا عندي وتيتعاونوا معايا وتيتابوناو معايا، وجزاكم الله كل خير. هانتوما اخوتي بعد ما عجنت العجينه 3 المرات، رانا زدت نص كاس اخر ديال الحليب، حيت شربت لي الطحين تيشرب. صافي نزيد نص كاس ديال الحليب اخر. صافي وعجنتها 3 المرات. صافي هانتوما بعد ما خمرت اخوتي، دابا انا تنقطعها حداكم ان شاء الله. ونتمنى من الله اخوتي هادشي ينال الاعجاب. صافي نتوما كي تشوفوا نقطعهم هكاك صغار. تنقادت الكاميرا خفت ما يكون ما تيبانش مزيان، حيت مره تنطلع على الكاميرا تنقول بلي تكون ما مقاداش، وبعد المرات تكون تلقاها ما مقاداش. صافي غنبقى ندير بحال هكاك تنكملهم ان شاء الله كاملين.
صافي هانتوما بعد ما قطعتهم هكا كاملين صافي غنقرصهم شويه. صافي تندهن هذاك الكسكوك بالزيت من القاع ديالو. صافي تندير حفره تماك في هذاك البريوش. راه واخا قرصتو خصني نزيد مازال باش نلقى فين نحط هذيك العماره. صافي حتى نكملو ان شاء الله كامل. صافي هانتوما هي بعد ما بردات هذيك غنزيد شويه بدا ديال الخميره شويه باش هذيك العقده تتخمر من تكون طيب تتجي عاليه منفوخه بحال اللي تتخمر وني في الاخر ما تبقاش منفوخه. صافي نعمرهم بحال هكاك وبعد ما يخمروا ان شاء الله عندنا بالبيض غنشاركهم معكم ان شاء الله. دابا اختكم راه ناضت هاد الشيء وجداتو الصباح عاد بدات تقضي في الشغل ديالها حيت باش غنمشي نقرا. صافي هانتوما بعد ما خمروا دابا تندهن لهم هذوك الجنيبات ديالهم. صافي الفران راه عندي مسخن دايره له 300 ديال الحراره وبعد ما غندخلهم غنخدم الفرفاره وغنخليهم يطيبوا على خاطرهم ان شاء الله. وبعد ما نشوفهم تحمروا كاملين غنهز وحيده وغنشوفها من التحت واش طابت ولا ما طابتش. من اللي لقاهم طابوا صافي غنخرجهم ان شاء الله باذن الله يا ربي. وهانتوما خوتي البريوش ديالي بعد ما وجد وطاب هانتوما كي جا غزال اخوتي ما نقول لكمش كي جا مذاقو فن. وجات هذيك العماره ما نقول لكمش روعه تجي فنه فنه فنه. صافي هو باش ندير الكوت ديال وليداتي ان شاء الله. صافي نتوما كتشوفوا تيجي خفيف بحال شي قطن. شوفوا كي تيجي غزال. وغنقول لكم اخوتي بسلامه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو والفيديو اللي جاي نلقاكم على خير.